الفتاة التي هزم الشيطان والدها فحاول وأدها برميها داخل بئر عميق في المنطقة. طفلة سودانية اترمت في بير مهجور ومعروف عنه انه مسكون، والكل بيخاف يقرب منه لمدة 40 يوم كاملين بدون اي اكل ولا مية، واللي رماها بالشكل ده أبوها عشان يقدمها قربان للشيطان. البنت ربنا نجاها وسبب الأسباب وطلع، وحكت حاجات أغرب من الخيال وحاجات فعلا مرعبة. الحكاية بدأت لما بنت صغيرة اسمها ريا ما كملتش ال 14 سنة، كانت عايشة مع أبوها ومرات أبوها بعد ما والدتها ماتت. مرات أبوها كانت ست شديدة قوي عليها، وكانت بتكره ريا جدا ومشغلاها خدامة ليها ولأولادها صبيان الاتنين، وكانت ريا هي اللي بتعمل أغلب الواجبات المنزلية. ومش بس كده، مرات أبوها كانت في الرايحة والجاية تشتكيها لأبوها لأتفه الأسباب، وأبوها ما كانش بيعمل حاجة غير إنه يمسك ريا يموتها من الضرب بالعصاية من غير حتى ما يفهم منها هي عملت إيه ولا ما عملتش. كان بيضربها على طول وخلاص، ومش أي ضرب لدرجة إنه كان حرفيا بيشوهها. ريا كانت طفلة غلبانة جدا، كانت بتسمع كلام مرات أبوها وتعمل لها كل اللي هي عايزاه عشان تحاول تتفادى الضرب اللي هتاكله لو مسمعتش الكلام. وبعد ما تخلص خدمة في البيت كانت بتاخد الغنم بتاع أبوها وتطلع ترعاه، واما ترجع تكمل خدمة في البيت لحد ميعاد النوم. وفي يوم البنت خلصت فعلا شغل البيت وطلعت عشان ترعى الغنم، وقعدت تلف بيه في الأراضي المحيطة للبيت. اليوم ده كان الشمس جامدة قوي والجو حر جدا، والبنت حست إنها تعبانة فلقت شجرة جنبها قعدت تحتيها وسابت الغنم قدامها في الأرض بيك. وللأسف عينيها راحت في النوم من التعب والإرهاق الشديد، واما صحيت لقت النهار شبه خلص والدنيا شوية وهتضلم، فأخدت الغنم بسرعة عشان تروح البيت. وهي متعودة إنها وهي في السكة للبيت بتقعد تعد الغنم وتتأكد إن عددهم مظبوط، لكن وهي بتعدهم اكتشفت إن في 4 غنمات مش موجودين. قلبها كان هيقف من الرعب، لأنها عارفة لو روحت من غير ال4 غنمات دول أبوها هيمسكها يموتها من الضرب، ومش بعيد تموت في إيده بجد. فقررت إنها تسيب الغنم دول في الأرض وتجري في المحيط كده تدور على ال4 غنمات الضايعين. ريا قعدت تدور كتير جدا لحد ما الدنيا خلاص كانت هتضلم ومش هتشوف حاجة، فقررت إنها تروح بباقي الغنم لحسن غنم تاني يضيع. طول الطريق للبيت ريا كانت منهارة من العياط وعمالة تفكر أبوها هيعمل فيها إيه لما يكتشف ضياع ال4 غنمات. وعلى حظها قابلت أبوها في السكة ولقاها بتعيط، فسألها هو أنت بتعيطي ليه؟ ريا حكت له اللي حصل وقالت إن في 4 غنمات ضاعوا مني وإن أنا دورت عليهم في كل مكان وما لقيتهمش. أبوها كان هيتجنن وعينه بقت بتطق شرارة، وأخد ريا وروح. وأول ما وصلوا البيت مسك ريا وقعد يضرب فيها بالعصاية لحد ما البنت كانت فعلا هتموت في إيده. وكان بيضرب ضرب غريب جدا بغل لدرجة إنه ما سابش حتة سليمة في جسمها. وبعدين قال لريا أنا كده كده هموتك، بس هخيرك تحب أجيب السكينة وأضربك بيها دلوقتي ولا أرميكي في بير أم عجيجة؟ بير أم عجيجة ده بير عمقه 83 متر تقريبا، والبير ده نشف من فترة وبقى عبارة عن طينة وبقى ملجأ للخفافيش والعقارب السامة والتعابين. وفوق ده كله البير مشهور في القرية إنه مسكون بالجن وكل الناس بتخاف تقرب منه. البنت كانت مفكرة أبوها بيقول كلمتين وخلاص وقت عصبية، لكنها لقيته ما بيهزرش وراح جاب سكينة بجد عشان يموتها. البنت ما عرفتش طبعا تعمل إيه، فقررت إنها تقول له خلاص يا بابا خلاص ارميني في البير. الأب فعلا أخذ البنت وراح رماها في البير، بس ما رماهاش عشان يعاقبها على ال4 غنمات اللي هي ضيعتهم، رماها لأنه كان مهتم جدا بالسحر وبيروح للدجالين وبيعملوا له أعمال بهدف زيادة الرزق وإنه يكسب أكتر. والدجالين دول كانوا قايلين له إنه محتاج قربان يقدمه للشيطان عشان يزود له رزقه، وإنه طول ما هو ما بيقدمش القربان ده هيفضل يخسر بالشكل ده ويمكن أكتر. فهو افتكر إن عشان كده خسر ال4 غنمات دول عشان يعني لسه ما قدمش القربان، وخاف لا يخسر أكتر، فقرر إنه يرمي ريا في البير كقربان للشيطان عشان ما يخسرش ويكسب أكتر. المهم إن البنت فعلا اترمت في البير، وهي بتقع كان في غصن شجرة في البير. البنت اتعلقت عليه وبقت عمالة تصرخ وتستنجد بأبوها إنه يطلعها ويسامحها، لكنه مشي واداها ظهر ولا كأنه عمل حاجة وروح بيته عادي جدا. وتاني يوم بلغ أهله وجيرانه إن بنته مختفية وإنه مش لاقيها، ولو حد شافها في حتة يا ريت يقول لي. بعد كام يوم كان في مجموعة أطفال بيلعبوا حوالين البير. ريا سمعتهم وبقت عمالة تصرخ عشان يسمعوها ويطلعوها، لكن الأطفال طبعا خافوا لأن معروف إن البير ده سكنوا الجن، وراحوا حكوا لأهليهم إن في صوت صراخ جاي من البير ده. أهالي الولاد زعقوا لهم عشان قربوا من مكان البير وقالوا لهم ما تروحوا
يروحوش هناك تاني أبدا. طبعا كلكم مستغربين ازاي فضلت المدة دي كلها من غير ما تاكل ولا تشرب، بس هقول لكم قدام شوية. فضلت رايا في البير ده لمدة 40 يوم كاملين، لحد ما بالصدفة البحتة شاب معدي من هناك وسمع صوت صراخها، وراح نادى شوية من الأهالي وبدأ يقول لهم ده صوت حد بيستغيث، ده أكيد مش جن، الصوت واضح إن حد بيستنجد بينا. المهم الأهالي اتلموا حوالين البير ولقوا إن صوت الصراخ واضح جدا، فقلعوا العمامات بتاعتهم وربطوها في بعض، والشاب اللي سمع الصوت أول واحد قرر إنه يتطوع وينزل يشوف مصدر الصوت، وأخد معاه سكين احتياطي عشان لو طلع له تعبان ولا حاجة، ونزل عشان يشوف الصوت ده جاي منين. وأول ما بدأ ينزل بقى الخفافيش عمالة تطير حواليه في كل مكان، ولقى فعلا البنت، بس ما كانش عارف يحدد أي حاجة لأن الطين كان فوقيها من أول شعرها لحد رجليها، ووشها كله طين وملموم حواليها عقارب كتير جدا، والمكان مليان بالتعابين. بقى عمال يحاول يبعد العقارب عن البنت عشان يطلعها، بس لقى شعرها من كتر الطينة لازق في الحيطة بتاعت البير، فاستخدم السكينة وقص للبنت شعرها عشان يعرف يطلع بيها. المهم إن الأهالي اكتشفوا إن البنت دي تبقى رايا اللي المفروض أبوها بيدور عليها وبيقول إنها مختفية. الأهالي ودوا البنت المستشفى فورا لأنها كانت في حالة صحية متدمرة، وجزء منهم راح يبلغ الأب إنهم لقوا بنته وإنها عايشة. البنت لما راحت المستشفى لقوا في شعرها كمية عقارب سامة كتير جدا، كله بقى مستغرب إن البنت أصلا لسه عايشة، يعني مرمية في بير ضلمة بقالها 40 يوم وحواليها تعابين وعقارب سامة ومن غير أكل ولا شرب وما ماتتش، يعني قرصة واحدة من عقرب كانت كفيلة بإنهاء حياتها. إزاي عاشت وسط كل الظروف دي؟ البنت لما حالتها اتحسنت شوية الشرطة جت عشان تسألها إزاي وقعتي في البير. البنت طبعا حكت كل اللي حصل من أول ال4 غنمات لحد ما طلعت من البير، وطبعا الشرطة قبضت على والدها واللي أنكر كل الكلام ده وقال إنها كانت بتلعب وأكيد وقعت لوحدها. لكن بشهادة الأهالي الكل قال إن أبوها كان مهتم بالسحر وإنه قدمها قربان. بعدها البنت رفضت إن أبوها يتسجن أو يتحاسب، وقالت إنه مهما كان أبويا، ومن بعدها أطلق عليها لقب أم الشوايل، والكلمة دي المقصود بيها المرأة القوية، لأنها قدرت تنجو من بير زي ده. وكمان بعد كل اللي عانت وعاشت فيه ده بسبب أبوها قررت إنها تسامح. الناس بدأت تسألها إزاي عشتي كل ده من غير أكل وشرب ووسط كل التعابين والعقارب السامة دي، وهي كانت بترد وتقول إنها لما وقعت على غصن الشجرة قعدت تحاول تشوف أي حاجة حواليها، لكن الدنيا كانت ضلمة قوي، كل اللي قدرت تلمحه العقارب اللي حواليها، وشافت خفافيش وسمعت أصوات التعابين، وكانت بتحاول تخرج لكنها ما عرفتش وقعدت تبكي بكاء هستيري. بتقول مرة واحدة ظهر لي واحد لابس أبيض وكأنه خارج من جسمه نور، كان كل يوم الشخص ده بيجي وما كانش بيتكلم ولا كلمة معايا، كل اللي كان بيعمله إنه بيجيب لي حليب أشربه ويختفي، وهو ده اللي عشت عليه لمدة 40 يوم. بعد الحادثة دي بحوالي 4 سنين رايا أم الشوايل اتجوزت، وكل الأهالي ساعدوها في جوازها وكانوا معاها في كل حاجة. عدد من مواطني ولاية الجزيرة والخرطوم وشمال كردفان بزواج أم شوايل. أم شوايل عقدت الفرحة لسانها، لكن زوجها عوض السيد تكفل بأعباء الشكر والامتنان لمن شاركوهم الفرحة. لكن صحتها كانت سيئة جدا على مدار ال4 سنين دول بسبب حادثة البير. صحتها ما رجعتش أبدا زي الأول، وبعد سنة واحدة من جوازها ماتت أم الشوايل وسابت وراه قصة أغرب من الخيال، وهتفضل القصة دي من أكتر القصص الغريبة والمرعبة في السودان. واستنوني في حكاية جديدة من حكاوتي. أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.